المحلات اللي هي بتعمل حاجات سكر في سكر في كريمه في بتاع، الحاجات دي فعلا ممكن تظهر مرض السكر عند الاطفال؟ طبعا هو يعني كل السكريات الزياده والدهون الزياده دي مش صحيه اكيد. هو السكر في الاطفال نوعين الحقيقه. النوع اللي له علاقه بالسكريات وبالاكل الغلط والدهون الكتير وعدم ممارسه الرياضه ده اسمه السكر النوع التاني، اللي هو اللي بيحصل في الكبار بس بقينا بنشوفه دلوقتي كتير جدا في الاطفال بالذات في سن المراهقه، نتيجه الحاجات اللي بتقوليها انه سكريات كتير، اكل مش صحي، الاطفال ما بتاكلش بقى البروتين والخضار والفاكهه وعماله تشتغل بقى في السناكس والفاست فود والوجبات الجاهزه والسكريات الكتير، وكمان مش بتمارس رياضه بصوره كافيه. انما السكر بقى المنتشر في الاطفال اكتر هو السكر النوع الاول، ده مشكله مناعيه مش معروف سببها. فجاه البنكرياس بيبطل يطلع انسولين، والانسولين ده اللي بنعتبره هرمون الطاقه. فتلاقي الطفل ده بقى ايه، الام تلاحظ انه ابتدى يخس، بيشرب كتير، بيدخل الحمام كتير، عنده التهابات فطريه. ليه؟ عشان الانسولين اللي نقص ده. فبالتالي علاجه بيكون عن طريق الانسولين. لازم ندي انسولين نوعين، نوع مع الاكل علشان يدخل الاكل للخلايا ويحولها لطاقه، فالطفل ده نموه يبقى سليم ويرجع له نشاطه تاني ووزنه يبقى طبيعي زي ما كان في الاول.